اللي هيحصل دلوقتي بص بقى وحيد الله. احنا اتعودنا طوال التاريخ الكروي المصري ان النادي الوحيد الذي لا يعاقب ولا تطبق عليه القوانين ولا اللوائح هو النادي الاهلي. لكن في حاجه صغيره قد كده، هو ما حصلتش قبل كده ان هو راح، ان احنا رحنا قصدي والحكم جه والاجواء كلها كملت وهم ما جوش. هم كانوا دايما الموضوع بيتطبخ لهم او بيتلم من قبل الجيم. المره دي الجيم فعلا حصل وهم ما جوش، فالموضوع مختلف لان العالم كله اتفرج. حكام موجودين، طاقم الحكام موجودين، الفريق الخصم موجود، جمهورك موجود، جمهور الفريق الخصم موجود، وعلى عينك يا تاجر، ومجلس ادارتنا موجود وعلى عينك يا تاجر. تمام؟ فالموضوع غير كل مره. اوكي؟ اما المعتاد واللي اتعودنا عليه كل مره، والمواقف كتير من اهم موقف مروان كمفاني مثلا لما انسحبوا، ولا ماتش المحله، وفي حكايات كتير ما حصلش برضو. يعني كل المواقف دي مش شبه الموقف ده، الموقف ده مختلف شويه. تاني اهم في لعبه قط وفار، يعني اغلب يا انت تغلب، بين ابو ريده والرابطه في حته. تمام؟ او مثلا ابو ريده كان والرابطه، دلوقتي الاتحاد وابو ريده ضد الاهلي. فالموضوع يعني ايه، هنشوف الدنيا فيها ايه. بس كده اللائحه مش هتطبق صح، ما اظنش بقى، لان الموضوع يعني مكشوف قوي كده. في امل جامد نلعب دوري ابطال باذن الله لو اللائحه اتطبقت واحترموها زي ما اتطبقت عليا. تمام؟ سحبنا في 2020، احنا جينا بعد السوبر المصري والسوبر الافريقي بتاع الترجي وبتاع الاهلي، اتحط لك ماتش الاهلي لازم تلعب ومش عارفه ايه، وماتش الاتوبيس اتطبقت على اللائحه، خسرت الماتش واتخصم مني 3 بونت. تمام؟ السنه اللي فاتت مرتضى مع مرتضى نفس الكلام، اتطبقت عليا اللائحه وخسرت 6 بونت. 6 بونت خلوني ثالث دوري. قشطه؟ يعني انا اتضريت وضرر بالغ ما شاركتش في دوري الابطال بسبب حوار زي ده. فانا السنه دي بقى مستني. تمام؟ ايا كان القرار، عشان انا ما اضمنش الناس اللي بتدير دي من هنا لاول البيت. تمام؟ ايا كان القرار، ما اشوفش حد بيحلو بعد مثلا لو القرار طلع ان الماتش هيتعاد. تمام؟ ما اشوفش حد يقول بقى ان الاهلي دوله وان الاهلي يحكم، وان عشان دي مش هتبقى يعني مش هتبقى حاجه لذيذه منك. اصل هي مش شطاره منك ولا ده، كده انت بتقول بشكل رسمي ان مفيش لوائح ومفيش قوانين وانا بتجامل وانا اللوائح ما بتطبقش عليا. فدي مش حاجه حلوه، لانك انت كده هتثبت لي وهتثبت للناس كلها ان احنا كل كلامنا كان صح. كل كلامنا كان صح. اصحاب محتوى دايما بيرددوا كلمه ان احنا بندعي المظلوميه او بندعي ان في مؤامره. تمام؟ زي الواد برطمان مثلا. برطمان ده محتواه كله ان الزمالك بيدعي المظلوميه والمؤامره. من ساعه ما اتحط الجدول وتعرف ان الزمالك هيلاعب الاهلي يوم الثلاث، وهو داير كل بوستاته بيقول فيها ان الدوري ده موجه لبيراميدز وان مش عارفه ايه وان في مؤامره. تمام؟ يعني احنا المواقف الملموسه اللي عشناها كلها خلتنا نقول كده. انت مع اول موقف بتقول ان في مؤامره، طب انت ليه بتنتقدني؟ ليه كنت بتعلق عليا وبتقول مؤامره ومش مؤامره ودول ما انت اهو يا ابني اهو. ما انت زي اول ما بتتزنق بتقول مؤامره. انت اول ما تتزنق تقول مؤامره وتقول ان انا مظلوم وان دي. هل ده مش ادعاء مظلوميه؟ الاهلاويه بقى يقولوا علينا نادي مدلس. ما هم هيقتبسوا منك كل اللي انت كنت بتقوله. تمام؟ ويبتدوا هم يرددوه بقى. قشطه؟ فيبان ان هم في صوره مظلوم، وهيبتدي يبني على كده بقى في القديم. يعني يقول لك القديم كله عرفته ليه؟ ان النادي الاهلي يحارب وحده ضد الجميع ويعملوا فيها ابطال، وهم ابعد ما يكون من كده. يعني هو عمره ما كان بطل، لان البطل ده عشان يبقى بطل بيحقق انجازات بصعوبه، وبيبقى في معوقات في طريقه وفي عقبات في طريقه فبيتغلب عليها ولا يجامل ولا فتحقيقه للقب او تحقيقه للبطوله. فدي في حد ذاتها تدل ان هو نادي بطل، لانك انت عملت الغير عادي وسط كل العوائق دي. اما انت كل حاجه بتتسهل لك، فانت عمرك ما هتتوصم بالبطل، ابعد ما يكون عن كده. اوعى تقول في يوم انك انت نادي بطل. انت راجل بيتسهل لك كل حاجه، ولو حسيت او شكيت ان في حاجه بيحصل زي ما شفنا، بينسحبوا ويقولوا ان الدوري موجه ويقولوا ان مش عارف ليه. عشان هم عارفين اللعبه ماشيه ازاي.
انا ما عرفتش اعمل اللي انا عايزه، خلاص تمام، هضغط بقى بالجمهور، بشغب الناس، بان انا مش هروح، بان انا هنسحب من الدوري، هضغط في كل حته. الانديه اللي هتقف مع الاهلي في موضوع الدوري موجه لبيراميدز معروفين. ما اظنش ان هو الموضوع محتاج حد يقف مع حد. دي لائحه وستطبق. اتطبقت عليا، تطبق على غيري. انا خسرت مشاركتين في دوري الابطال بسبب كده، بسبب كده. فبعد اذن حضراتكم اللوائح تطبق. السوليه بيتخانق مع الجمهور ورجعوا يقولوا الكلام ده مش عمره ما هيحصل في الاهلي. يا جدعان ما احنا قلنا بقى، انا ماليش دعوه، هم يقولوا اللي هم عايزينه، هم يقولوا اللي هم عايزينه. الكلام ده بيحصل في كل الانديه، اي حاجه بتحصل عادي. انا لعلمك ولا لعلمك ما كنتش بركز في الموضوع ده قوي، لان مقتنع تماما ان اللي بيحصل في الزمالك بيحصل في الاهلي. مثلا كانوا بيقولوا ان الحاجات دي لا تحدث في غرفه ملابس، لا بتحصل اكبر منها كمان، لكن هم دايما بيحبوا يبيعوا الوهم. فانا مش معنى ان انا اركز في الحاجه دي ان مقتنع ان بيحصل عندهم زي عندنا، ويمكن اوسخ كمان. وبعدين موضوع عمرو السوليه الصراحه انا شفت الفيديو، عمرو ما غلطش في الراجل. هو عمرو قال له تقريبا يا ابن كذا، اللي هي الالف لام واو سين خ ه. انا مستغرب ايه اللي حصل، الراجل زعل ليه؟ امام قايلها له قبل كده، وده بيهتف باسمه. ما انا مستغرب برضه، يعني انت بلعتها لامام وعديتها لامام، مش عارف تعديها لكابتن فريقك اللي واخد معاك 40,000 بطوله؟ انت عديتها لامام، ولا عشان السوليه عجز؟ ولا عشان السوليه كبر؟ طب ما انت عديتها لامام، فوت للسوليه، اسمه ابنك حتى. ما اعرفش. الاهلي بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه. اولا الاهلي ما طلبش حكام اجانب غير اول امبارح تقريبا، لما الرابطه، هو الاهلي كلم الرابطه، فالرابطه راحت مطلعه قالت ان انا بعت لاتحاد الكوره ان انا ممكن اتحمل التكلفه. فاتحاد الكوره بيقول ان كان عنده ضيق وقت وما قدرش ومش عارف ايه، مع ان كان ممكن يجيبوا حكم عربي او الحكم اي حاجه وعادي يعني. تمام؟ قالوا ما قدرناش وان ما فيش وقت والكلام ده. اوكي؟ الاهلي هل ده يستدعي انك انت تقول هنسحب وما تجيش؟ هل ده يستدعي الانسحاب؟ هل ده سبب يستدعي الانسحاب؟ لما انسحبنا احنا السنه اللي فاتت كان في كوارث من التحكيم، وكان قبلها ماتش المصري كوارث حصلت فيه، وانا كان خلاص فاض بيا الكيل. فخلاص بقى خدت موقف، عندي اسبابي واسباب منطقيه وموضوعيه. انت هل انك انت تيجي تطلب قبل الماتش بيوم، قبل الماتش ب 48 ساعه حكام اجانب، فيقول لك لا حكم مصري، ده يستدعي انك انت تنسحب؟ لا طبعا ما يستدعيش. لكن الفكره ان هم اعتادوا، اخواتنا البعض اعتادوا ان دايما بيتم مجاملتهم، بيتنفذ لي اللي انا عايزه، بيتنفذ لي كده اللي انا عايزه، فهضغط بقى عشان انفذ اللي انا عايزه. الموضوع وسع منهم شويه. طبعا زي ما قلت لكم الاهلي ما كانش بيوصل لمرحله ان الفريق الخصم بيروح والحكام بتروح والدنيا جاهزه على الهوا قدام العالم كله. كان قبلها الموضوع بيتحل، بيروح لوزير الرياضه، بيتدخل ناس من بره، ناس اولي امر بيتدخلوا، الموضوع بيتحل يعني، وبتمشي الامور لصالح الاهلي كما اعتادوا. المره دي ما حصلش كده. عشان كده نتيجه اللي بيحصل المره دي ما اقدرش اجزم 100% اللي ممكن يحصل بكره. تمام؟ والله ما اقدر عشان اكون واقعي يعني، لكن اللي حصل غير كل مره. اوكي؟ وحاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه، لو حصل ايه؟ لو قالوا ان الماتش هيتعاد والزمالك خد موقف وقال لك انا مش هكمل خالص، فاحنا معانا كل الحق، والعالم كله شاف ان في موقف مشابه انا اتعاقبت واللائحه اتطبقت عليا، ولكن هنا ما اتطبقتش. وده دليل دامغ واثبات لكل اللي انا عمال اقوله بقالي سنين. مفيش اكبر من كده يعني. فكده او كده الزمالك كسبان. والله العظيم اعرف اهلاويه كتير مش يسكت ويقطم، بيلوش، هو مش فاهم هو بيعمل ايه ولا ايه اللي بيحصل، هو مش مستوعب. انا انسحبت، ده انا ماسك الزمالك ايه، ده انت انسحبت وانسحبت وانسحبت. هل مثلا حد فينا طلع قال، الناس اللي طبعا احنا الحمد لله السواد الاعظم فينا بيفهم، اوكي؟ هل حد فينا طلع قال ان الاهلي خايف مني مثلا؟ لا، ما قلناش كده، ما قلناش كده. في حين انك انت في 2020 كنت انا اقوى منك ولسه غلبك، ولسه غلبك من 3 4 ايام قبليها، وقلت ان انا ما جيتش للسر عشان خايف منك. ماتش الاتوبيس
انت بتحب تعيش الوهم، والله فعلا بيحبوا يعيشوا الوهم. الاحساس الدائم، هفضل اقولها، الاحساس الدائم بالدنيا والنقص مخليهم بينظروا للاهلي على انه كيان خرافي، كيان خرافي ضد الطبيعه. انا قوي قوي، انا الناس كلها بتلين معايا، انا الدنيا كلها تحت امري، انا جمهور ايه، انا اغنى نادي في العالم، انا هاخد في كاس العالم 50 مليون دولار، انا مش عارف ايه، انا ايه. الاحساس الدائم بالدنيا والنقص مخليه عايش في اوهام ملهاش اي اساس من الصحه. ده نادي كوره، ده اسمه نادي كوره، ما هواش بلد ولا وطن انت بتنتمي له وبتنتسب له. ده نادي كوره بيشجعه 50 60 مليون غيرك اصلا. لا تشجيعك هيغير من واقع الامر شيء ولا اي حاجه، مش هيغير اي حاجه. فما تحاولش تدي الموضوع اهميه. مش انت اللي مش فاهم وبتحور على نفسك منين مش عاجبك الحكام المصريين ومنين عاجبك النهارده. الفكره مش في كده، الفكره يهطل تمام ان الخناقه دي مش بتاعتي، فخلينا اتفرج عليها. ايه، اقف معاك كتف بكتف اقول انا كمان مش عايز حكام؟ لا يا حبيبي، انا مش هقول حاجه ما دام انت عملت برم كمل. مشكله اهي، هساعدك فيها ليه يهطل؟ هساعدك فيها ليه يهطل؟ ما طبيعي اسيبك، هسيبك هسوحك، روح. خناقه مش خناقتي. اما تقول لي مثال انت قوي يا عين امك، مثال انت قوي. فضحتونا في العالم كله، ناس من مختلف بقاع الارض، والله ناس بتكلمني من سنديون هنا ومن طنان من العالم كله، بيقول لي ايه اللي حصل ده؟ من كل بقاع الارض الناس فضحتكم بجلاجل. الله يفضحكم يا ابو عدم. للاسف اول مره ابقى مقتنع بكلام حد من الزمالك، خناقه ملكوش علاقه بيها واداره الاهلي تتحمل كل ده. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط. انا ماليش علاقه. حتى لو بصوا، حتى لو انا الموقف بتاع الاهلي ده انا موافق عليه، بس في مشكله هتتصدر للخصم، في ازمه كبيره ممكن تحصل، طبيعي ان انا اتفرج، طبيعي. اللي مش منطقي اللي بيقولوا الهيتر ده، اهو ده ما تعرفش بيقول ايه. بصوا عايز اقول لكم حاجه، بره اي حاجه يا جدعان، نحط الامور في سياقها. يعني احنا اهلاويه وزملكاويه، احنا مش اعداء. احفل عليك وتحفل عليا وانا مش عارفه ايه، وادس فيك وانت تدس فيا، احنا مش اعداء. اما انك انت الموضوع يتخطى معاك حاجز الاهانه بقى، فهتلاقيني برضو برد عليك. انا كده كده ما بسكتش، لا انت ولا غيرك. هنعمل ايه لو حصل غير ان اللائحه هتطبق؟ هتاخد موقف طبعا، هتاخد موقف، موقفك قوي. ومش انت لوحدك بقى، في نادي تاني اسمه بيراميدز يمتلكه ناس اماراتيين، وهو المنافس الرئيسي والابرز. فطبيعي حتى لو انت غلبان وبيجوا علينا هنا عشان احنا مش اغلبيه، تمام، ومفيش لوائح بقى هتطبق ولا في قانون، لا، هيحطوا حساب بيراميدز ان بيراميدز هيصعد الموضوع قوي. بيراميدز الدوري ده يا قاتل يا مقتول. والله اتمنى بكره باذن الله من كل قلبي بيراميدز يقع ماتش مثلا، صدر لهم ضغط بقى. احنا لو الفريق الحالي للزمالك كمل على كده وخد دفعه معنويه وبيراميدز بدا ينقط، هنبص على الدوري، هنبص على الدوري لعلمكم، وفاضل لسه 7 ماتشات او 8 ماتشات، فالموضوع لسه وفي ماتش بينهم وبيني، ولسه في ماتشهم مع الاهلي، فجايز جدا يقعوا في اي حاجه، جايز. مجلس اداره الاهلي كان لازم يعرف، يعني كان لازم يعرف ان مش على طول الامور هتمشي لصالحك، تمام؟ مش على طول الامور هتمشي لصالحك، مش كل مره هتتطبخ لك، لازم يجي عليك شويه، مره. طبيعي جدا ان مش كل شويه انت لن تطبق عليك اللوائح او القوانين، جايز مره تفلت كده، فالمره اللي تفلت دي هتطلعك انت شكلك مش تمام، وبعد كده في اللي جاي مش هتعرف تعمل النمر دي تاني، فضررها اكبر واكتر بكتير من فوائدها. صراحه الخطيب خسر الاهلي موسم عمره. انا كنت شايف، انا لو اهلاوي الصراحه يعني هقول لا، العب الماتش تمام، اروح الماتش وانا بقى مش انا جامد، وانا نادي عندي مجلس اداره جامد، اخد حقي منهم بعد الماتش بقى،
بس انا اروح العب، انا الطرف الاقوى والزمالك عنده غيابات ولازم استغل ده واستغل الظرف، ولعب 120 دقيقه قبلها ب3 ايام، فانت مريح بقالك اسبوع، فانا كل المؤشرات بتقول ان انا فرصي اكبر، فانا اروح العب الماتش واكسب. تمام، بايا كان الحكام، لان كده كده هم الحكام عملوا لك ايه؟ يعني هو حاجه اتغيرت؟ ما انت بتجامل كده كده. تمام، والعب الماتش وبعد كده حلال حلال بقى، العبها خالصه مع اتحاد الكوره ومع الرابطه ومع لانك انت بتعرف تلعبها، بتعرف تلعبها. انا استغربت اصلا ان هم خدوا الموقف ده بسرعه، بس ما عنديش تفسير غير ان هي معركه فرض عضلات زي ما محمد عبد الجليل قال بين الاهلي وابو ريده. الاهلي اخطا في اداره الملف ده، انا شايف كده، لكن برضو انا اكون واقعي. الاهلي ما خافش يلعب، تمام، بالعكس ده الاهلي لو كان خايف مثلا، لو كان خايف يلعب قبل ماتش مودرن، لا في ماتش مودرن الزمالك لعب 120 دقيقه عنده غيابات، فلا العب، ده لو انا خايف. تمام، لكن هو الاهلي مش خايف، هو الاهلي كان عايز يثبت ان انا دايما يعني جامد، وان ما اللي انا عايزه هيحصل. بمجرد بس ما شموا ريحه توجيه الدوري، شوفوا عملوا ايه، كام واحد فيهم طلع ادعى المظلوميه وكام واحد فيهم قال مؤامره. الحاجه اللي بيتهمني بيها بقالي سنين، بس ده انا بقول لكم موقف واحد. خدتوا بالكم من تشكيل الزمالك؟ كان قاعد عبد الله السعيد دكه بيسيرو. طب والله يعني هو التشكيل كان كويس، التشكيل كان كويس، لكن غريبه قوي، كان موضوع غريب الصراحه ان هو قاعد عبد الله السعيد دكه، لكن التشكيل فعلا كويس. هو 2 ستات، محمد شحاته ودونجا، قدامهم ناصر وزيزو والجزيري، عشان ناصر الى حد ما هجوميا اعلى يعني. فالصراحه كان تشكيل كويس مش وحش، بس طبعا احنا ما بنعرفش نلعب من غير عبد الله اصلا. تحس ان العيال دي كلها الريموت بتاعهم مع عبد الله، ماسك بيلعب بالريموت، تحسه لابس بدله بجرافطه وماسك ريموت، والله العظيم عبد الله ده بحس كده. وعبد الله لعب 120 دقيقه من يومين فعلا صح، فهو انا الصراحه شايف ان بيسيرو التشكيل كان حلو مش وحش. بص يا صديقي، انا من فتره قبل الانتخابات، الناس هنا اللي معانا في اللايف فاكرين، انا قلت انا الصراحه مع ان يبقى هاني ابو ريده موجود، لان هاني شخص الى حد ما ذو حيثيه، مش راجل هلهوله زي علام ولا مجاهد ولا الناس دي. بس يعني انا قلت للسبب ده، بس لان مثلا كنت بقول ان لو الخطيب مثلا ولا اقل عضو مجلس اداره في الاهلي رفع سماعه التليفون، ايه الوضع؟ جمال علام ده مش هيقول غير حاضر ونعم، ان هو راجل على قده يعني، على الله حكايته يعني. اما هنا ابو ريده عشان حد يتواصل معاه يبقى الخطيب، وجايز جدا هنا ابو ريده يكون مشغول يقول له هكلمك تاني بعد شويه، ان هنا ابو ريده راجل مشغول على طول. فهنا ابو ريده شخص ذو حيثيه، مش سهل يعني ايه تلعب معاه الجيم اللي كنت بتلعبه مع اللي قبليه، مش سهل. راجل عنده علاقات ومتمرس وحاسس بقيمته برضه وليه وضعه، فانت برضه يعني مش هتعرف تهته. وهاني واصل في الاتحاد الدولي اصلا. بنتايج جدد الحمد لله، ما جددش يا جماعه بنتايج، الزمالك فعل الشراء بتاعه بس. انت كده كده هو كان ماضي لك سنه اعاره، وبعد كده 3 سنين تانيين، عقد 4 سنين بس فيهم سنه اعاره، فاحنا دفعت انت. الزمالك بيخطر النادي الخطوات يعني اللي تمت، ان الزمالك اخطر النادي الفرنسي بتفعيل بند الشراء. اوكي، فالزمالك معاه لحد يوم 30/5 يدفع فيهم $1,000,000، يحول $1,000,000 للنادي. تمام، واللي عرفته ان ممكن الزمالك يكلم سانتي اتيان على لعيب تاني، في لعيب تاني في سانتي اتيان الزمالك عايزه، وده اللي ميدو اثناء تواصله مع رئيس النادي بلغوا ليه ان في لعيب تاني من عندهم احنا عايزينه، معرفش مين والله، في لعيب تاني في سانتي اتيان الزمالك عايزه. استفدنا ان الجيل ده كل ماتش بينك وبين الاهلي بيركبوهم نفسيا، بس النهارده خلاص كده القضيه للجيل ده، ملاش علاقه برضه. كده كده الجيل ده يعني انا قلتها بيعرف يلعب الاهلي، لان برضه يا جدعان انا شايف الصراحه بمرض الله عبد الله السعيد اضاف كتير قوي للزمالك، لشخصيه اللعيبه حتى، والله العظيم اضاف كتير قوي. يعني الموضوع ليه ابعاد تانية غير الوضع الفني، يعني غير الابعاد الفنيه. انا عبد الله مهم وركيزه اساسيه مع الفريق، لكن برضه في ابعاد تانية اضافها عبد الله السعيد بوجوده في الزمالك. انا مقتنع بكده، وان صفقه عبد الله فعلا لو كانت جت سنه 2019 كانت هتبقى صفقه القرن. مصطلح صفقه القرن لو يتقال على صفقه فهي صفقه عبد الله السعيد الصراحه، لو كانت تمت 2019.